جوامع تسكر، والكعبة تسكر، والمدينة المنورة تسكر، والمسجد الأقصى يسكر. هو شو معنى الكلام؟ شو معنى الكلام؟ الإنسان المادي الظاهري بيقول لك تعقيم ما تعقيم، أيوة ماشي، بس اللي بيفهم عن الله وعن مراد الله فاهم شو يعني تسكر الباب وجه واحد تقول له ما تيجي؟ انت فاهم شو يعني الجمعة الجاي يأذن وما فيش جوامع؟ انت فاهم شو معناها؟ فاهم لما ربك يروح الأمة كلها بديش أشوف ولا واحد منكم، يلا قوم روحوا، بديش ولا واحد يشوفه منكم، ولا واحد يظل قاعد عندي. انت فاهم شو معناها؟ لما بيكون مسؤول بدوش يفوت واحد لعنده بحط اسمه عند السكرتير، بس يجي فلان أنا باجتماع، أنا مشغول، أنا طالع، أنا راجع، أنا مسافر، أنا كذا، مشان ما بدي أشوفه. الله عز وجل ما بيحط شرطي على باب الجامع، لا، يضع ما لا تراه العيون. وبيجيك واحد يقول لك لا ما هي أمريكا وبريطانيا وإسبانيا. يا حبيبي يا حبيبي افهم كويس، لما تبهدل كبيرهم ما هو صغيرهم متبهدل بعرواه، هي البهدل مش لهذولاك، البهدل مش لهذولاك ترى، لا، فهمها كويس. لما تبهدل كبيرهم اللي تحتيه شملته. الكحشة إلنا، الله يا رب يلطف فينا بلطف. كعبتنا سكرت، جوامعنا سكرت، الجمعة الجاي ما فيش صلاة جمعة، وكل هذا ولسه في قلوب فيها شيء؟ لا 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 لا، بدها رجعة مع ربنا سبحانه وتعالى. ما ظلكيش قاعد بالبيت على التلفزيون وتقلب من محطة لمحطة ولاهي وانت مش داري شو اللي صاير معك ولا فهمان شو اللي صاير معك. اللي صاير معك ربك بطرد هالأمة. الكحشة للي بيفهم، اللي بيفهم شو معنى يطرد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هاي معنى الكلام.